السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا وصفة الكريب النهاردة ان شاء الله. اول حاجة هنعمل لكم العجينة. معانا مقدار كيلو دقيق، كوباية لبن، نص كوباية زيت، مع المية بقى حسب احتياج الدقيق. اول حاجة كده بنحط شوية مية نقلبهم مع كوباية الدقيق، نفضل نحط المية ونعجن لحد ما الدقيق كله يتلم في المية. ولما نحس ان الدقيق خلاص اتشرب المية والعجينة داخلة خلاص ان احنا قربت تتعجن وتاخد العجن المظبوط، هنضيف الزيت. دي يا جماعة عجينة الكريب، يعتبر يعني شبه العيش السوري كده، بس انا بعمله بالطريقة دي، ما بعملوش بطريقة الخلاط واللبن والبيض والكلام ده، لان في ناس ما بتحبش البيض. فالطريقة دي حلوة قوي والاطفال بتحبها، ما بتحسش ان الكريباية معجنة كده وهي بتاكلها. وهتشوفوا دلوقتي لما نخبز العيش الكريب معايا، ودي طريقتي، جربوها ولو عجبتكم تقولي في التعليقات، وما تنسوش اللايكات بقى. خلصنا العجينة اهي، ملمسها بقى طري جدا وناعمة وطرية وقطعتها. هنبتدي نفردها بالزيت واحدة واحدة كده. اتفضل الواحدة اللي تتفرد تتخبز. انا هفرد معاكم شوية بالزيت وهجرب. بططيها كده، وهي على فكرة بتبقى طرية جدا، بتكملي فرد بايديك عادي. وبقلل الحاجات الممكنة. احنا هنخبزه على صينية عادية جدا، صينية من البيت، هنقلبها على البوتاجاز زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، وهنخبزه بطريقة سهلة جدا. كل حاجة نعملها في البيت بطريقة كويسة وبطريقة حلوة تعجب أطفالنا، بطريقة صحية. تحشيه بقى لحمة، تحشيه بطاطس. النهاردة ان شاء الله هنعمل ميكس ما بين اللحمة والبطاطس، وهنحشيه حشوة حلوة اوي هتعجبكم النهاردة. دي طريقة الفرد اهي يا جماعة. تفردي بالنشابة دي او بتفردي بايديكي كده، تمسكيها توسعيها بايديها، هي طرية. بص سهلة الفرد جدا، بس بنفس طريقة العجينة اللي انا عجنتها وبنفس المقادير هتلاقيها طرية معاكي وملمسها حلو، وفي نفس الوقت العجينة لا بتتقطع. ولما تتخبز هتشوفها الخبيز دلوقتي واحنا بنخبزها وبنسويها. طريقتها سهلة جدا، كل حاجة تعملها في البيت بإيديكي هتبقى مطمنة على ولادك ان هما بياكلوا حاجة نظيفة وحاجة كويسة. جربوا الطريقة بتاعتي دي هتعجبكم ان شاء الله بإذن الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم. انا كنت بفرد بالزيت دلوقتي، بس هنا فردت 2 بالدقيق، بس ما عجبنيش فرد الدقيق بصراحة. انا قلت اجرب معاكم ده وده. فرد الزيت جميل وبتبقى حلوة قوي، ولما بنيجي نسويها بعد ما بنحط الحشو فيها تبقى احلى من فرد الدقيق بكتير. في اللايكاتكم الحلوة بقى. ان شاء الله لو تابعتوني هقدم لكم حاجات جديدة، وصفات من بتاعت زمان واكلات من بتاعت زمان، الاكلات الحلوة بقى اللي احنا نتمنى ان هي ترجع تاني، دي وايام زمان الجميل.
فردها سهل قوي، العجينة طرية جدا ولا بتتقطع ولا اي حاجة. دول الاتنين اللي انا فردتهم بالدقيق، وكملت بالزيت عادي. زي ما انا بقول لكم، فرد الزيت احلى بكتير من فرد الدقيق، لانها بتشرب دقيق وبتحس ان هي فيها حاجات غريبة كده بعد ما تتخبز. لا، الزيت احلى بكتير، بتحس ان هي طرية جدا ومفيهاش حاجة ناشفة من بره كده. جربوها بالطريقة دي. الكاتشب ده انا عملته بعصير الطماطم مع حبة من الروزميل الفريش والزعتر، ربع معلقة من السكر، نص معلقة من الخل، وحطيتهم مع فصين توم وسويتهم على النار كلهم في قلب بعض. اداني الصوص الاحمر ده. الكاتشب ده بنفس الطريقة اللي انا عاملاها دي بيبقى طعمه جميل جدا، وبيدي للكريب طعم وريحة حلوة اوي. الزعتر مع الروزماري مخلي ريحته تحفة وطعمه جميل جدا. دي طريقة التسوية يا جماعة. الصينية مقلوبة على البوتاجاز من ظهرها، ما بتاخدش ثواني وبتقلب، بس اهم حاجة توطي النار ما تعليش عشان الكريباية ما تتحرقش معاك. خلاص، بس هما مجرد بس ما بتشمع كده بنروح قلبينها عادي جدا، ولا تاخدش ثواني. بص، الكريب ده كان طري جدا وجميل. ما بتاخدش ثواني. بص، الموضوع سهل جدا ومش هياخد منك وقت، وفي نفس الوقت هتفرحي ولادك ان انت بتعملهم حاجات جميلة ونضيفة في البيت، وبتحشيه بأي حاجة. فاضل معاكي قطعة من اللحمة تعمليها، فاضل معاكي مثلا صدور فراخ، اي حاجة، اي حشوة موجودة في البيت ما توقفيش نفسك بتعمليها، وبتنوعي لولادك وتقدمي لهم ان شاء الله احلى الاكلات بايديكي، وربنا يحسنها بين ايديك. ما تستعجليش عليها في الشيل، تستني بس لما تتشمع كده هتشيل معاكي بكل سهولة. طلع ولا متقطعة ولا فيها اي حاجة على ظهر الصينية. لا بنحتاج بقى ان احنا نشتري صينية غالية عشان نخبزها ولا اي حاجة. بصي، ما شاء الله، الله اكبر. يعني بصي العجينة جميلة جميلة يا جماعة، وطعمها جميل جدا، احلى من اللي بيجي من بره بمراحل. هتوفري في بيتك، هتقدم لاولادك اكل صحي وممتاز. بتاع شكل فطير، مش كريب ده يا جماعة، ده فطير. طب العيش ده يعني لو عملتيه لأولادك من غير كريب حتى هياكلوه كده، هيستمتعوا بأكله بنفس العجينة اللي انا كده. هرجع بقى وافرد معاكم بالزيت اهو. بقى شلت الدقيق خالص وفردت بالزيت تاني. فعلا الزيت فرده احلى، وفي الخبيز احلى، وفي الطعم مع الحشو احلى بكتير من ان انت تستردي على الدقيق. سويتها معاكم بالزيت اهو. بصوا شكلها خرافة ومفرودة وجميلة، وما فيهاش بقى حتت ناشفة من فوق كده. الزيت فعلا فرده جميل عن الدقيق بكتير، بس اهم حاجة تهدي النار علشان ما تتحرقش معاكي وما تبقاش ناشفة، عشان تطلع طرية وتعرفي تحشيها وتعرفي تلميها وتطبقها زي ما انت عايزة. مثلث بقى، تلفها رول، تلفها زي ما انت عايزة. مش ليها ولا بتلزق ولا اي، او طرية جدا وملمسها ناعم. وممكن على فكرة في اليوم اللي هتعملي فيه العجينة وتخبزيها فيه ده يبقى يوم، وتعينيها في الفريزر وتستعملي. ادي الحشوات معانا اهو بقى. انا كنت عندي كفتة، جبت بصل مع شوية زيت اهوت ونزلت بيه، جوليان مع شرايح من الفلفل الألوان مع حبة من الجزر. تبلتهم تتبيلة بسيطة خالص، وبعدين قطعت الكفتة ونزلت بيها
ادى طعم جميل جدا للكفتة. الوصفة دي حلوة قوي قوي وبتعجب الأولاد لأنها بتدي طعم جميل جدا للكريب. عن ما تعملي لحمة مفرومة كده وتعصجي، لو كان الكفتة موجودة عندك أو انت عاملة كفتة فانت تعملها بالطريقة ديت هتبقى طعمها جميل جدا. تمسكي كده تقدميها في الحشوات بتاعتك، الأطفال هيحبوها والكبار كمان، هتستمتعي بأكلها ووصفة حلوة قوي. يا ريت تجربوها وتكتبوا لي رأيكم بقى وتقولي ايه رأيكم في الكريب بتاعي النهاردة. هنزل بالجزر، معلش بقى لو الفيديو طول شوية بس انا عايزة اوريكم كل حاجة عشان تبقى قدامكم. تتبيلة بسيطة جدا للخضار. ادي الجزر اهو، هنقلبه بس تقليبة واحدة كده وننزل عليه قطع الكفتة. ممكن لو في حتة فحمية بقى تفحميه كده، يبقى بص بقى طعم الكباب جه في البيت يا جماعة. الحبة اللي انا حطيتهم دي حبة بابريكا مدخنة، بتدي نكهة جميلة قوي وطعم وريحة جميلة للخضار وللكفتة او للحم او لشرايح مثلا صدور الفراخ. اي حاجة عندك حطيها. انا قطعت الكفتة اهو ونزلت بيها. تقولي ما كنا نعمل لحمة مفرومة كده ونعصجها وخلاص؟ لا، الكفتة مع الخضار ده طعمها جميل جدا وجربيها ومش هتندم. خلاص بقى هنشيلها اهو من على النار. وعاملين بطاطس وعاملين تومية، وهعمل معاكم التومية اهي. التومية دي انا جبت معلقتين من النشا على حبة مية وعملتهم على النار عادي جدا لحد ما بقت عاملة زي المهلبية كده. كوباية مية متلجة مع نص كوباية زيت مع معلقتين من الخل، دي قشطة بلدي مع حبة من البابريكا مع فصين الثوم. ده كله هنضربه مع بعض في الخلاط. وكل ما تلاقي سمكها تقيل هتزوده بالمية المتلجة وتنزلي واحدة واحدة بالزيت عليها. انت هتلاقيها شكلها يعني مدي للون البامبا كده شوية، مش لونها ابيض زي بتاعة المحلات، بس البابريكا المدخنة هنا بتدي طعم جميل جدا للتومية. والاطفال كلها بيحبها. في طفل بيحب التومية اللي بتبقى في المحلات، طفل ميحبهاش، لكن عملتها بطريقتي دي هتعجبه او هيحبها. وكمان هتدي طعم للكريباه من جوه، طعم خرافة ورائع. جربوها وقولوا رأيكم. ده الزيت اهوت هننزل بيه واحدة واحدة. كوباية المية المتلجة، ضفنا كل المكونات في الخلاط. هنضرب بقى، ولما نلاقي سمكها تقيل هنزود مية متلجة عادي. حشوات اهي نبتدي نحشيها معاكم. ادي بطاطس، جبنة رومي. الجبنة الرومي تحط اي نوع من الجبن تعجبك، بس انا بحب الجبنة الرومي في كل الاكلات لانها بتدي طعم حلو. على فكرة الكيلو دي عمل كمية كبيرة جدا، ممكن تعمله نص على قد، لان احنا دي مش هنعمل الكمية دي كلها وهيفيض من كل الحشوات دي على فكرة. بس التومية جميلة وسمكها جميل، لونها مدي للبينك شوية كده، مش لونها فاتح او ابيض زي المحلات، بس طعمها خرافة. جربوها. هنبتدي نفرد بقى دي الكاتشب او تعصيجة الطماطم اللي احنا عملناها ديت، حلوة قوي هتعجبكم. او الصوص الاحمر زي ما الاطفال بتقول. هناخد كريباية بقى نمسكها نحطها. اول حاجة هنحط عليها بصي طرية جدا، طرية. بصي لو عينتها في الفريزر لو طلعتيها كأنك برضو لسه عاملاها. شفتي الطريان بتاعها والطراوة اللي في قلب الكريباية. هناخد بالصلصة كده ونبتدي ندهن الكريباية كلها بالكاتشب بتاعنا احنا عاملينه في البيت، من صلصة الطماطم، من الروزميل الفريش، مع الزعتر، مع السكر، مع الخل،
مع حبة الملح، واستوى كله ببعضه مع فصين ثوم، ريحته وطعمه يوديك في حتة تانية خالص، بيخلي طعم الأكل نكهة وطعم وريحة جميلة جدا. الأطفال أصلا مجرد ما بتشم ريحة الأكل وهو بيتعمل نفسهم بتتفتح عليه، مش هيقولك احنا عايزين أكل من برا تاني. دي الكفتة اللي احنا عملناها معاكم بالخضار. تبلنا الخضار عشان الأطفال أساسا ما بتحبش الخضار اللي هو بيبقى ناشف شوية ما بياكلوه ده، لكن لما بيكون نعمل مع الكفتة كده بيدي طعم حلو قوي، والأطفال بتحبه، وإن شاء الله تعمل لهم أحلى حاجة، وربنا يحسن ما بين إيديكم. جربوا وصفتي، وما تنسوش لسه ما عملتلوش لايكات لحد دلوقتي. بصي هو عايز يتاكل ني، مش عايز يستوي حتى. هنعمل معاكم واحدة كمان، وبعدين نخلص الكمية دي. تحفة والله، تحفة وطعمه جميل جدا. كريب ده ولا مش كريب بقى يا جدعان؟ شوف الكريباية بتجيبها بكام، وهتوفري وتأكلي لأولادك أكل صحي في البيت، حاجة انت عاملاها بإيدك، حاجة نظيفة. لا وطعم كمان، طعم جميل جدا وريحة، وهتقدمي لهم زي ما بيتقدم في المحلات بالظبط. كل حاجة متاحة معاكي توفريها لأولادك في البيت. ادي التومية بتاعتي، التومية دي لازم تجربوها، مش أي تومية يا جماعة. جبنة الرومي هي بتدي طعم جميل جدا. ممكن لو عندك أي شيدر جبنة، أي نوع من الجبنة حطي، موتزاريلا، كل الجبن متاحة، بس أنا قلت نوفر وفي نفس الوقت حاجة متاحة في البيت ومتاحة للجميع، الجبنة الرومي. لكن أي نوع من جبن تانية عايزة تحطيها حطي، حطي كل الجبن. عايزة تعمليه ببطاطس بس ماشي، كنت هتحشي بالكفتة بس ماشي، لو عندك أي حشوة موجودة في البيت عايزة تحطيها حطيها. ادي البطاطس اهيت، والكفتة اللي احنا عملناها بالخضار كمان واحدة اهيت. هنبتدي بقى هنسويه على نفس الصينية اللي احنا خبزنا عليها العيش. معلش انا اسفة طولت عليكم، بس انا عايزة اوريكم كل حاجة خطوة بخطوة علشان تبقى كل حاجة قدامكم، كل حاجة احنا عاملينها معاكم اهوت عشان تتعمل في البيت وتطلع جميلة بإذن الله. هنخلص الكمية كلها كده بقى، ونبتدي نخبز او نسويه. عملت معاكم كمية حلوة اهي، ولسه في كمان عيش باقي كتير من عيش الكريب ده، غير الكمية اللي يعني لو عندك عزومة، عندك حفلة، كيلو الدقيق ده يعمل حاجات كتير اوي. عمل كمية كتيرة يا جماعة، كمية كتيرة. ممكن تعملي وتحطي بقية العيش ده في الفريزر، لما تحتاجي تطلعي وتعملي على طول. خلاص بس دهنة بسيطة خالص من الزيت كده مرة واحدة، وبعد كده نبتدي نسوي. الكريب ده طعمه جميل جدا جدا جدا. جربوا وصفتي واكتبوا لي في التعليقات عجبتكم ولا ما عجبتكوش. بس يبقى أقل الإمكانيات، صينية عادية جدا في البيت وقلبناها وخبزنا عليها
وقلبناها وسوينا عليها. متقفيش على حاجة، اي حاجة ببيتك اخترعيها هتلاقيها احلى من بره بكتير. متوقفيش نفسك على اي حاجة، بأقل الامكانيات ممكن توفري لولادك احلى حاجة ببيتك. انا بحب اخليها تاخد لون كده، انا مش عارفة بقى بتاع المحل بيخليها فيها لون، يعني تكون مستوية والسوا باين فيها، متبقاش ناشفة ولا حاجة، بس بديها اللي هو اللون الذهبي الكويس ده، عشان الاطفال لما ياكلوا عيش الكريب ما يحسش ان هو زي العجين، يحس انه الحاجة مستوية ومستوية بطريقة كويسة. ادي اللون اللي انا اقصده، لون الذهبي فاتح كده. بس هي كده استوت خلاص، هنشيلها. سووا معاكم كمان واحدة. بص العيش الكريب ده طري جدا، طري جدا جدا، وصفته حلوة وسهلة، كل حاجة متاحة في البيت. معلش الفيديو طويل، انا طولت عليكم النهاردة، بس اللي بيعجبه وصفاتي ارجوك يكتبلي في التعليق. سوينا اهو، ادي الكمية اللي احنا سويناها، اللي هي عليها الفلفل الاحمر والاخضر ده. دي الكمية هي يا جماعة اللي احنا سويناها هي، ده غير الكمية اللي احنا عملناها التانية دي، هنعينها بقى في التلاجة، مش هنسوي بقية الكمية دي، مستوي وجميل وطعمه خرافة، وقدمناه لأطفالنا زي ما بنقدم في المحلات بالظبط. لو وصفتي عجبتكم اكتبولي بقى في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.